ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو انا عملته. انا دلوقتي فين؟ انا في الموسكي، عند مترو الموسكي بالظبط. اول ما تنزلوا محطة مترو الموسكي، تمشوا كده اتجاه اللي بيطلع عند الاوبرا، في كده ايه الاوبرا. اول ما تطلعوا هناك هتلاقوا على ايديكم الشمال الفرشة الخرافة دي. بجد فرشة خرافة، اقسم بالله بمعنى الكلمة. في شنط اللي هي الشنط التخزين بتاعة الملابس والبطاطين واي حاجة عندكم خايفين ان هي تبوظ، هتلاقوها هناك باسعار وهمية. يعني عنده الاسعار بتبدأ من 20 جنيه. انتوا متخيلين شنطة التخزين دي ب20 جنيه؟ انا رحت عند كذا حد كنت عايزة شنطة التخزين دي لماما، اللي هي الشنط البلاستيك اللي هناك دي، وقالوا لي بتبدأ من 35 جنيه. بس لقيت عند عبده الفرشة بتاعته دي بجد خرافة، ب20 جنيه. الشنط البلاستيك بتبدأ على حسب كل حاجة والحجم بتاعها، وفي منها كمان الحجم الأكبر شوية ده ب30 جنيه، والأكبر سنة برضو ب40 جنيه. وكمان أنا اتفاجئت بالشنط اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، القماش شنط متبطنة من جوه يا جماعة. يعني مفيش اي ميه ولا اي حاجه تدخل لها. شنط اقسم بالله بجد جميله جدا، الخامه بتاعتها لا يعني انا ما تخيلتش السعر بتاعها ده. تقولوا بقى بكام؟ انتوا عارفين الشنطه حجم كبير جدا من شنط القماش اللي هناك كان سعرها كام؟ كان سعرها بيبدأ من 50 جنيه. شنطة كبيرة تشيل معاكم تخزين ملابس وبطاطين وأي حاجة عاملة عندكم كركبة في الشنط، ممكن تحطوها في الشنط اللي زي دي طبعا غير الشنط البلاستيك. الشنط البلاستيك لو عايزين تشيلوا فيها مثلا الزيت ولا السكر، وبرضه لو محتاجين حاجات من الملابس ممكن تحطوها هناك. الفرشة دي فرشة عبده. طبعا الشنط القماش زي ما قلت لكم بتبدأ من 55 جنيه لحد 75 جنيه، بس احجام كبيرة جدا. في طبعا الحاجات اللي هي ممكن لو حد عنده الدولاب عنده دولاب واحد وعنده حاجات هدوم صيفي وهدوم شتوي، بدل ما يحطها في اكياس وتبوظ من ميه ولا اي حاجة، لا يحطها في الشنط اللي زي دي. انا عن نفسي عملت كده، ولميت كل الهدوم الصيف اللي عندي وحطيتها في الشنط اللي زي دي. والله العظيم لا، وكفت وبزيادة كمان. كفته بزيادة عند عبده. قولوا له بس ان انتوا من متابعين القناة عندي، وهو يعمل لكم يعني تخفيض كويس جدا. انا جبت من عنده 3 شنط، شنطتين بلاستيك وشنطة كبيرة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وكده نكون وصلنا نهاية الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل اللايك الجميل للفيديو. لو في اي حاجة اكتبولي تحت في الكومنتات، وانا بشوف كل كومنت.